حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. النهارده الفيديو بتاعنا كده ناس كتير كانت مستنياه. الحمد لله رجعت بيتي بعد غياب شهرين. فطبعا اللي متابعني كويس عارف ان الفتره اللي فاتت دي كنت قاعده عند ماما. طبعا على كل حال ربنا ما يحرم اي حد من بيته، ولا يحرم اي حد من استقرار حياته، لان بجد الواحد لما بيكون حياته مستقره وبعدين فجاه تتقلب كده، الواحد لا بيحس بقيمه النعمه فعلا لما بتروح من ايده. فالحمد لله يعني. المهم بقى اليوم النهارده كده كان يعني في شويه حاجات كده عملتها لما رجعت البيت صراحه، بس ده مش اول ما رجعت البيت، لاني اول ما رجعت البيت كانت التراب في كل حته. الشقه مليانه تراب حرفيا، يعني مفيش حته مفيهاش تراب. بس فبدات كده اليوم بتاعي ده. اول حاجه عملتها طلعت كده الم الغسيل اللي انا كنت نشره قبلها بيوم بالليل. طبعا الجو الايام دي الشمس حاميه جدا، ما ينفعش نسيب الغسيل فتره طويله في الشمس، لان الالوان الحاجات اللي فيها الوان زاهيه كده زي احمر واصفر واخضر وكده الوانها هتبهت. والالوان الغوامق كمان الاسود والكحلي برضو بتبهت من الشمس. فلو عندك حاجات فيها الوان ما تسيبهاش في الشمس فتره طويله، يا تنشريها مثلا اخر النهار كده لحد بالليل وما تجيش عليها الشمس، يا اما تنشريها مثلا وقت الصبح وقبل ما الشمس تيجي كده تكوني انت لميتي غسيلك، عشان بس تحافظي على الوان الحاجه بتاعتك. دخلت بقى بعد كده عملت حله الفشار الحلوه دي، عشان كان اليوم ده في اطفال كده جايه عند البيت وكمان نتسلى فيه احنا ككبار يعني. بحب كده احط طبق فشار على المطبخ وانا شغاله بعمل اي حاجه بيسليني، وكمان هو للاطفال حلو جدا ومغذي قوي قوي، واحسن من الحاجات اللي بره والالوان الصناعيه والمواد الحافظه والحاجات دي. فالفشار حلو قوي، لو عندك اطفال اعمله لهم، هيغذيهم وفي نفس الوقت مشبع جدا وحاجه مش مضره. المهم زي ما انتم شايفين الفشار انا كنت عاملاه، شفتوا مفيش ولا واحده محروقه، ما شاء الله نازل كله نفس السوى، وكان ملحه مظبوط وكل حاجه تمام الحمد لله. اخر اليوم بقى بصراحه كده بالليل قلت اتسلى في البوتاجاز بتاعي، محتاج ان هو يتنضف، لان طبعا بقالي شهرين مش موجوده في البيت. اي نعم ما كانش في حد بيعمل عليه حاجه، بس برضو اللي هو لا محتاج ان هو يتنضف، محتاج الحوامل تتنضف والعيون والبوتاجاز نفسه. تحسوا ان الحاجه لما بتقعد فتره ما تفهموش بتطفي، تحسوا ان هي مش نظيفه، بس يعني هي مش فيها حاجه بس هي مش نظيفه. فقلت كده انضفه كويس. جبت طبعا اول حاجه سيترس دوت، بحب ارشه على الحوامل. وطبعا الناس اللي عندها الحوامل الزهر دي بتعاني اكيد نفس معاناتي، لان حوامل الزهر في تنظيفها صراحه مقرفه شويه، لان غير الحوامل الحديد بتنضف بسلكه بسرعه جدا وبسهوله، اما الحوامل الزهر دي الزهر نفسه صراحه صعب في تنظيفه. فعندك طريقتين تنضفي بيهم حوامل الزهر. اول طريقه ممكن تعمليها انك تحطيهم في فرن البوتاجاز وتسخني الفرن بحيث ان هم يسخنوا جامد جدا، بس خلي بالك طبعا من ايدك وانت بتطلعيهم وكده تكوني ماسكاهم، ماسكه جوانتي او ماسكاهم بفوط او اي حاجه. تحطيهم في فرن البوتاجاز يسخنوا جامد، تطلعيهم، طلعي واحده واحده، مش طلعيهم بقى كلهم هيبردوا بره، لا احنا عايزينهم سخنين، بحيث ان انت ترشي عليهم اي منظف هتلاقيه على طول سايح الدهون اللي على الحوامل، وتدعكيها بمنتهى السهوله، يا اما بقى بسلكه يا اما بسبونشه ناشفه شويه، انت براحتك. وانتي تكون باقي الحوامل عندك لسه سايباها في الفرن وتطلعي واحده واحده تنضفيها. دي طريقه. الطريقه التانية ممكن كمان تملي حوض بتاعك في المطبخ، تمليه ميه سخنه بتغلي، بس برضو خلي بالك من ايدك، وتحطي سدادة الحوض وتفتحي مثلا الميه السخنه المغليه من السخان، او انتي تسخني ميه تغليها على النار وتحطيهم في الحوض وتدلقي عليهم الميه السخنه وتسيبيهم منقوعين مثلا في الميه السخنه دي شويه كده حلوين لحد ما تعرفي انك تطلعيهم تمسكيهم. ممكن تحطي في الميه السخنه اللي في الحوض دي كمان تحطي معاهم اي منظف، عايزه تحطي صابون سائل، عايزه تحطي بيكربونات وملح ليمون، اي حاجه بقى تحطيها، بحيث ان هم يتنقعوا فتره حلوه كده في اي حاجه منظفه، وبعدين بتطلعيهم بتدعكيهم كويس ويبقوا تمام. اهم حاجه بس في الحوامل الزهر دي ان تبقى ايدك فيهم على طول، لانك لو سبتيهم فتره طويله الدهون اتراكمت عليهم هيتعبوكي جدا في تنظيفهم، هيبقى الموضوع صعب وانتي هتكسلي من كتر صعوبته فهتسيبيهم اكتر. فلا على طول اول باول كده الحاجه ايدك فيها هتلاقيها سهله معاكي. زي ما انتوا شايفين خلصت الحوامل، طبعا ما جبتهاش كلها عشان بس ما اطولش الفيديو عليكم. وبعدين قعدت ادعك بقى في العيون دي. على فكره العيون عندي الحمد لله ان هي مش متبهدله قوي، بس فيها كده زي ما انتوا شايفين الحتت اللي جوه دي زي حتت صدى كده، دي مش متوسخه ولا حاجه ولا دهون، لا الحمد لله ما فيهاش دهون، بس فيها زي حتت صدى كده من جوه، لان في اول جوازي طبعا ما كنتش لسه عارفه ايه المنظفات اللي انا استخدمها وايه اللي ما استخدمهاش وكده، ففي حتت كده صدت من العيون شويه. بس تمام الحمد لله يعني كمنظر عام وككل هي نظيفه الحمد لله. بعد ما خلصت طبعا كان لازم كده انضف حواليا حته الرخامه دي بالحوض، غسلتهم كويس كده بحيث ان اي حاجه بقى اتبهدلت في الحته اللي حواليا دي تكون نظيفه معايا، عشان لو هستخدم الحوض بعد كده بقى في مواعين او مثلا هحضر اكل او كده يبقى نظيف معايا، ما يكونش مكان اي حاجه تانية. عودي نفسك بعد ما تعملي اي حاجه في الحوض بتاعك غير غسيل المواعين، وحتى مع غسيل المواعين تغسلي الحوض،
عشان في اي وقت جيتي مثلا تغسلي فاكهه، واحده وقعت في الحوض، تغسلي مثلا خضار، اي حاجه تعرفي انك تجيبيها تاني وتحطيها في الطبق بتاعك، ما تكونش خلاص كده رميتيها ان هي وقعت في مكان مش نظيف. لا، الحوض على طول بتاعك يبقى نظيف، بحيث ان الحاجه لو وقعت تاخديها بنفس راضيه كده. سبت بقى الحوامل والعيون تتصفى على الفوطه، وقلت ادعك البوتاجاز نفسه. على فكره كمان انا دعكت البوتاجاز نفسه من فوق، وعملت المرايه اللي في ظهر البوتاجاز، وعملته من الجناب ومن قدام، والحيطه كمان اللي ورا البوتاجاز، لاني كنت حاسه ان المكان ده كده كله مش نظيف، ومش عايزه اصدمكم واقول لكم ان البوتاجاز بتاعي فوقيه شباك، وطول الشهرين اللي انا فيهم بره البيت الشباك ده ما اتقفلش. متخيلين؟ الشباك ده قدامه بقى وفوق وتحت كله شبابيك، مطابخ كلها، وكل الناس مشغله شفاطات، فالشفاطات دي كلها بترمي بقى تقريبا الريحه كلها داخلالي انا، او كل الدهون وكل حاجه في الجو داخله عندي انا من الشباك. فلكم ان تتخيلوا بقى شهرين الشباك مفتوح بتاع المطبخ، او شبابيك الشقه كلها اصلا كانت مفتوحه. فالحمد لله يعني. بصوا بقى التكه دي اللي بتخلي البوتاجاز يلمع، عشان قبل كده كان حد سالني لمعه البوتاجاز دي بتعمليها ازاي. بعد ما تنضفي بوتاجازك وتنضفيه وتعملي كل حاجه وتمسحيه من الصابون وتشطفيه وخلاص خلصتي، هتحطي خلاص الحوامل، حطي نقطتين خل كده، منديل من مناديل المطبخ، وامسحي بيهم البوتاجاز، يعني لمعي البوتاجاز بالخل ده. مش قادره اقول لك بقى على كميه اللمعان، وتحسي البوتاجاز بتاعك كده مزهزه، وبتحسي ان هو نظيف ما شاء الله، هيلمع معاكي جدا، وتحسي ان هو بيبرق كده زي ما انتم شايفين. فالتكه دي اعملوها هتحسوا بفرق جامد جدا في تنظيف البوتاجاز بتاعكم. بقى كان شكله كده بعد ما نضفته الحمد لله كان تمام. عايزه اقول لكم على كارثه بقى انا لقيتها لما رجعت الشقه. انا الشقه لما مشيت ما كانش في عندي نمل خالص، يعني ما كانش في نمل. رجعت مش قادره اقول لكم النمل في كل حته في الشقه، مش عارفه ايه السبب. انا بفتح الدولاب الهدوم كلها نمل، الحيطان ماشي عليها نمل، مع ان ما كانش في اكل في البيت، ما كانش في حاجه بتقع فتفيت في الارض، ما كانش في حاجه من الحاجات دي، بس كميه النمل اللي انا لقيتها مش طبيعيه، والله العظيم مش طبيعيه. فنزلت بقى كل الحاجه اللي فوق الدولاب دي، وطبعا نضفتها كويس. طبعا عارفين اي واحده بتبقى حاطه حاجتها فوق الدولاب بقى، بطاطين مفارش وحاجات زي كده، نزلته كله ونضفت فوق الدولاب، لان النمل كان داخل ورا الدولاب، انا مش عارفه داخل يعمل ايه ورا الدولاب. ورا الدولاب كده عامل خطوط ماشي فيها زي سرب كده، والدولاب نفسه الهدوم كلها نمل، اطلع اي حاجه لازم اقعد انفضها وادور فيها الاول قبل ما البسها. يعني صراحه منظر مش طبيعي. قعدت احاول على قد ما اقدر كده ان انا انضف المكان، وجبنا ماده رشيناها على النمل دوت او الاماكن اللي فيها، بس بيرجع تاني في نفس المكان. فبصراحه مش لاقيه حل. دخلت بقى على اوضه الاطفال، كنت محتاجه اغير الملايات. طبعا الملايات دي اللي انا كنت فرشها معاكم ساعه العيد لما انا كنت بفرش وسبتها ومشيت، فطبعا زي ما هي لسه موجوده. كنت الملايات كده فيها بقى ميكي ماوس وحاجات زي كده، فحبيت ان انا احط حاجه هاديه. انا كده بحب اعمل العكس، يعني حاطه ملايه مشجره او فيها لعب اطفال رسومات وكده، لما اجي اغير احط ملايه ساده، والعكس برضو، عشان بس ما احسش ان انا زهقانه او طول الوقت نفس الحاجه قدام عيني، لا يكون في تغيير. بس كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم واتبسطتوا معايا النهارده. ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه وتعليق حلو زيكم. مع الف سلامه حبايب قلبي في حفظ الله.